أمام حشد جماهيري واسع واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ بفوز مثير على نظيره البرازيلي ب2-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما بمدينة طنجة. اللاعب سفيان بوفال منح أصحاب الأرض هدف التقدم عند الدقيقة 29. هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي وسط سفيان بوفال يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحة كبيرة للجماهير المغربية بهدف سفيان بوفال. وعادل راقص السامبا النتيجة بواسطة كاسيميرو في الدقيقة 67. تعادل لفائدة المنتخب البرازيلي، هدف بواسطة العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصل الكرة ولكن الكرة كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف أول لفائدة المنتخب البرازيلي. يعيد عبد الحميد الصبيري الأفضلية لأسود الأطلس بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 79 ليصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يفوز على البرازيل. اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري ورقة رابحة. من حقك تفرح، من حقنا جميع نفرحوا يا وليد، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة بحضور كل الأجيال. اليوم بلادنا أردنا الفوز بعد كأس العالم وهذا ما حدث. سعداء لأنها المرة الأولى التي يفوز فيها المغرب على البرازيل في التاريخ. هم الأوائل في تصنيف الفيفا، وعلى الرغم من أن بعض لاعبيهم ليسوا هنا إلا أن فريقهم يظل قويا. نعاني كذلك من بعض الإصابات لكننا أظهرنا عقليتنا وأشكركم على الدعم. كما أكد ريغراغي أن الفوز على البرازيل يعد أمرا رائعا، خاصة أنهم يتصدرون تصنيف الفيفا. انتصرنا على البرازيل، أنا في حلم. لقد هزمنا البرازيل. هل تدركون معنى الفوز على البرازيل؟ الفريق الذي يتصدر ترتيب الفيفا. إنه بلد كرة القدم. اللاعبون في حالة ذهنية رائعة. أعتقد أنهم فاهموا معنى ارتداء قميص المنتخب الوطني. هذا وتوافدت الجماهير المغربية إلى طنجة لمؤازرة منتخبها في المباراة الودية التي جمعته بنظيره البرازيلي. وشكل الفوز أيضا لأسود أطلس فرحة كبيرة لدى الشعب المغربي الذي استعاد ذكريات وأجواء كأس العالم فيفا قطر 2022. مراسلنا الأخضر النوالي رصد الأجواء لنا ووافانا بهذا التقرير. زحفت الجماهير المغربية على مدينة طنجة من مختلف المدن المغربية. جاء الوافدون لمعاينة قمة أسودهم مع منتخب البرازيل. القلوب ضخت المدد مساندة مجموعة وليد ريغراغي.